السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم إخواني الكرام في هذا الفيديو الجديد. هو الدرس الثاني من دورة لغات ال HTML المقدمة على موقعنا هاشتاج. في الحلقة الأولى والحلقة السابقة تعرفنا على مفهوم أو ما هي لغة ال HTML. يعني تعرفنا على بعض البرامج التي يمكن نقوم بالعمل بها. فمثلا هناك أوتوم، أنا سأستعمل أوتوم. هناك يعني البراكيت، هناك سبلايم تكست، وهناك أيضا نوتباد. يمكنك اختيار ما ترتاح فيه. فمثلا سأختار أنا برنامج أوتوم. سنقوم أول شيء بفتح البرنامج، ثم سنقوم بفتح ملف جديد عن طريق كنترول زائد N، أو نقوم بتحويل فايل ثم نيو فايل. إذا كما تلاحظون هذه هي الملف أو الوثيقة. سنقوم بحفظها كنترول اس. مثلا سأقوم بحفظها في الديسكتوب. هنا سنقوم بعمل HTML مثلا HTML، يعني لا بد، يعني هنا في الاسم يمكنك وضع أي اسم، مثلا index دوت HTML، يعني لا بد أن يكون هنا دوت HTML لكي تعرف نوع الوثيقة. فبعد أن تقوم بكتابة يمكنك كتابة أي شيء. بعد ذلك سنقوم بالضغط على enregistrer. كما تلاحظون فسيتعرف على أنه وثيقة HTML. الآن يعني كما تلاحظون فتعرف على HTML هنا. يعني أول كود في هذه الحلقة كما تطرقنا كما قلت سنتعرف على أهم الرسوم المستعملة في جميع المواقع. يعني هذه الرسوم فلن تجد أي موقع بدونها. فنبدأ بأول وسم. أول شيء نقوم بكتابته هو الدوك تايب HTML بهذا الشكل، ثم نقوم بالرجوع إلى السطر، يعني هذا للتعريف بأن الوثيقة هي وثيقة HTML. ثم نقوم بالذهاب إلى الرجوع إلى السطر و HTML، ثم نقوم بغلقه. كما قلت في الحلقة التقديمية فهذه لغات ال HTML هي عبارة عن رسوم وأكواد يتم ترجمتها من طرف المتصفح. نقوم هنا بغلقها /HTML. كما تلاحظون قمنا بكتابة HTML بين وسمين، وهنا غلقناها بين يعني هذا الوسمين، ثم أضفنا لها سلاش. هذا يعني لغلق يعني الوسم. ثاني شيء يأتي بعد ال HTML هو الهيد، ثم نقوم بغلق الهيد. شيء آخر وهو البودي، ثم سلاش بودي. نعم، كما تلاحظون هذه هي الأكواد المهمة والتي لن تجد أي موقع بدونها. فال HTML يعني التعريف ب يعني هذا يأخذ صفحة كاملة. الهيد يعني كل ليس يعني الرأس أو الشكل. هنا يعني بالعربية فالشكل الرأس، يعني الرأس باللغة العربية. فأما وظيفته هو استدعاء كل ما تحتاج، مثلا ملف CSS يمكنك استدعاءه في الهيد، ملف جافا سكريبت، ملف يعني خط أو شيء من هذا القبيل، فيمكنك استدعاءه في هذا يعني الهيد أو هذا الوسم، داخل هذا الوسم. مثلا اللينك يعني سنتعرف عليه، ريف يعني يمكنك وضع هنا يمكنك وضع هنا رابط مثلا CSS، مثلا شيء دوت CSS يعني إلى غير ذلك. فسنتعرف أيضا على هذا اللينك. و كما هذه وظيفة الهيد أو الرأس باللغة العربية. فالبودي يعني هو باللغة العربية فيسمى بالجسم. هذا الجسم يعني هو كل ما يظهر في الصفحة فهو عبارة عن بودي. مثلا يمكنك وضع طابل أو تيبل أو إلى غير ذلك. يعني مثلا فكل ما تلاحظه في المواقع فهي عبارة عن البودي، يعني كل هذه الأشياء فتوجد داخل وسم البودي. فهذه يعني كما تلاحظون هذا هو هذه أهم الرسوم التي تستعمل في ال HTML والأساسية أيضا. إلى هنا ننتهي من هذه الحلقة. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة عبر الضغط على زر سبسكرايب،
ثم كذلك الإعجاب بصفحتنا على الفيسبوك التي ستجدون رابطها أسفل الفيديو. وأنا أشكركم على حسن تتبعكم، وإلى اللقاء، نلتقي في حلقة أو درس جديد إن شاء الله.